مين فينا ما بيحبش اعلانات الافلام؟ انا شخصيا دخلت افلام كتير عشان اتفرج على اعلانات بس. ورنر براذرز مؤخرا نزلت اعلان وصور من فيلم دارك شادوز لجوني ديب واخراج تيم بيرتون. ده يعتبر الفيلم الثامن لجوني ديب وتيم بيرتون مع بعض. ناس كتير قوي بتعتبر ان هما كل افلامهم مع بعض بتعتمد ان هو بيدهن جوني ديب ابيض، يلبسه باروكه ويرفع صوته. افلام منهم بتنجح وافلام منهم بتفشل زي أليس إن وندرلاند. عندنا صورة من الفيلم؟ دي مش من الفيلم، دي اكشلي من ذا لون رينجر، فيلم جديد لجوني ديب هينزل برضه في 2013. في الحقيقه جوني ديب بيلعب في الفيلم ده دور واحد هندي برضه مدهون ابيض. دارك شادوز مقتبس من سوب اوبرا كان معمول في اواخر الستينات واوائل السبعينات، بتدور قصته حوالين واحد بيحب ساحره بتحوله لفامباير وبتدفنه ل 200 سنه لغايه ما بيرجع في اواخر السبعينات علشان يكتشف ان بيته بقى مليان مجانين. What is the year? 1972. 1972. Collins family. Who the hell is this? I'm a family. Missed me. الاعلان التاني اللي شفناه كان اعلان بروميثيوس من اخراج ريدلي سكوت. الفيلم ابتدى كبريكول لسلسله الين بس اتحول لحاجه تانية خالص. الفيلم مش معروف عنه اي حاجه بس سو فار الاعلان عبقري. Big things have small beginnings. الفيلم اللي عندنا كان ابراهام لينكولن فامباير كيلر. بما ان موضه الفامبايرز مش هتخلص قريب ليه ما حدش يعمل حاجه تانية كمان. قصه الفيلم بتعيد كتابه التاريخ ان ابراهام لينكولن واحد من اوائل رؤساء امريكا، ما كانش بس رئيس امريكا بس كان بيصطاد فامبايرز. بس لو هنتكلم عن افلام الهلس والخيال العلمي مفيش احسن من ايرون سكاي. لما النازيين بيطلعوا من 1945 يطلعوا يقعدوا على القمر وبيرجعوا يغزوا العالم في 2017. واخيرا ذا افنجرز اللي بيجمع ايرون مان، ثور، كابتن امريكا وهالك وغيرهم من السوبر هيروز بقاله فتره بينزل له اعلانات، بس احنا اكتشفنا ان كلهم ما لهمش لازمه غير الاعلان اللي عمله واحد من اللي بيحبوا الفيلم نفسه. في السينمات دلوقتي فيلم جون كارتر. الفيلم انتاج والت ديزني مبني على قصه ادجار بيروز اللي كتب في كتب زي تارزان. ادجار بيروز كتب القصه في 1912، بيحاولوا يعملوا الفيلم من 1930 وفي الاخر الفيلم خلص 2012. اخد 100 سنه علشان يخلص الفيلم. الفيلم بيحكي قصه جون كارتر ضابط في الجيش وقت الحرب الاهليه في امريكا وبقدره قادر بيتنقل لكوكب المريخ علشان يلاقي نفسه في حرب تانية ما بين قبائل مختلفه على الكوكب. الفيلم بيبتدي بدايه بطيئه جدا وبيتوهك باسماء اماكن ومخلوقات وحتت ما تعرفهاش لغايه نصه على الاقل، وفي الاخر بينتهي بان هو مجموعه من المشاهد او السيكونسز محطوطه جنب بعض ما تقدرش تجمع منها قوي اي حاجه. ناس كتير هتشوف الفيلم وهتحس ان هو شبه افاتار، بس بدل ما هم ناس طوال وزرق هم ناس طوال وخضر. في الحقيقه ان جيمس كاميرون قال ان هو استوحى جزء من افاتار من الفيلم دوت. انا شخصيا دخلت الفيلم مستني من اندرو ستانتون اللي خلى ناس كتيره تعيط لما والي المذر بورد بتاعته اتحرقت في نص الفيلم ان انا هشوف حاجه رائعه، بس في الاخر الفيلم تكلفته 240 مليون دولار. بس ده مش معناه ان اندرو ستانتون عرف يخرج فيلم في قوه والي او فايندينج نيمو. ايه اسهل طريقه ان واحد دلوقتي ياخد اوسكار؟ Every single day of my life. It'll be like mad That you haven't got the courage for this fight. let his people down so badly. يا اما يبقى بريطاني او بيعرف يعمل بريتش اكسنت كويس جدا. اخر ناس دولت كانت ميريل ستريب في ذا ايرون ليدي. الفيلم بيحكي قصه مارغريت تاتشر اول رئيسه وزراء انجلترا وهي في اواخر عمرها وهي بتعاني من امراض الشيخوخه وبتبتدي تشوف جوزها اللي ميت بقاله فتره طويله جدا. من خلال محادثاتها مع جوزها بنبتدي نشوف مارغريت تاتشر من وهي صغيره لغايه ما بقت رئيسة وزراء لإنجلترا. So they become actions. This is it. Steady the buffs, old girl. Watch your actions, for they become your character. United Nations resolution passed. الفيلم كله ميريل ستريب. ميريل ستريب بننسى ان هي ميريل ستريب وبنشوفش غير مارغريت تاتشر. ناس كتير هتقول ان هو
تقمص وشخصيه فقط لا غير، بس ميريل ستريب بتدي مارجريت ثاتشر روح غير اللي احنا شفناها في اي حته تانية. الفيلم بعيد عن كده ما فيهوش اي حاجه Before تانية. I went back home. But you must never let an aggression. عارفه خلاص انا سايب الكتاب ماشي.